اهلا البنوتات، لاباس عليكم؟ بخير؟ اش كتعاودوا؟ مزيان؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نصايب معكم واحد التحدي. حتى انا اول مره صراحه كنصايب هاد قبعه السلطان او لا طاقيه السلطان، كل واحد شنو كيقول ليها. مولفه كنوجد البريوش، ولكن هذه صراحه اول مره. ونجحت معايا الصراحه، جات رائعه، خصكم تجربوها. البنات اللي باقا ما زعموش عليها غير زعموا، كتجي زوينه وعاديه عاديه في الخدمه بحال كتخدمي بريوش. انا درت لها واحد الطريقه ديالي، يعني كيفاش كنخدم البريوش باش كيجيني خفيف مهوي من الداخل وكيخمر لي بسرعه، يعني ما كيحتاجش وقت بزاف. المهم نخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير البنات، هنا عندي نص كاس ديال الماء يكون دافي، نص كاس ديال الحليب حتى هو مدفيه، واحد المعلقه كبيره ديال الخميره فوريه، جوج معالق ديال السكر. هاد الطريقه البنات تخلي العجين ديالكم دغيا كتخمر، وضروري يكون دافي الحليب والماء على حساب باش دغيا العجين كتخمر، ما كتبقاش مده. راكم عارفين دابا البرد صعوبه باش تخمر. صافي هنا كيف تيبان لكم غادي نخلط هاد المكونات مزيان عندي حتى ينسجموا العناصر اللي عندي، وغادي نغطيهم بالسلوفان لمده ديال 15 دقيقه. ها نتوما كيف تيبان لكم. صافي من بعد فاش كدوز هذيك 15 دقيقه راه كيكون عندي واجد الخليط. ها نتوما كيف تيبان لكم. صافي هنا راه واجد عندي. عاد كنزيد المكونات اللي كانت باقا ليا كنت مخلياها. كنزيد واحد شويه ديال الملحه، واحد 4 كاس ديال الزيت، واحد بياض بيضه، حيت الصفار غادي نخليه لهذا الدهن. درت بياض بيضه، وغادي ندير واحد شويه ديال الخل. منها كيحيد الريحه ديال البيض، ومنها كيخليه يجي مهوي من داخل البريوش ديالنا. صافي هنا كيف تيبان لكم غادي نخلط هاد المكونات مزيان، ونبدا نزيد الدقيق تدريجيا البنات. راه البريوش كامل ما كيبغيش يكون كيف تنقولوا العجين ديالو قاصحه، كتجي مدقصه، يعني شويه بشويه حتى نحصل على العجين اللي بغيت انا. ها نتوما كيف تيبان لكم كنزيد شويه بشويه، وانا كنشوف داك العجين كيف داير باش ما يجيش مدقص. الا كانت العجين قاصحه كيجي بريوش مدقص ما كيعجبنيش. صافي هنا كيف تيبان لكم. انا هنا غادي نحيد الفوي باش نخدم بيدي. كتعرفي القوام ديال العجين كيف داير. هنا تقريبا هزت واحد 300 غرام، ولكن عينك ميزانك ما تجيش تخويه في دقه الدقيق. المهم شويه بشويه حتى كتعرفي راسك شنو، يعني واش العجين خصها تزيد ما خصهاش تزيد، انت راه تعرفي شنو كاين. هنا البنات كيف تيبان لكم. هنا صافي العجين ديالي راها واجده. هانتوما هذا هو القوام ديالها، شوفوا كيف تتجي. هي صراحه كتبقى تلصق شويه في اليد، خاصها تجي خفيفه شويه، ما تجيش كيف تنقولوا. صافي هي هذيك. هانتوما كيف تيبان لكم غادي نقسمها على جوج. المهم البنات عينيكم ميزانكم. انا عبرتها ولقيت نفس القياس، هذاك اللي قسمت انا غير هكا بعينيا لقيته نفس القياس، يعني حتى بالميزان عطاني نفس القد. قد الاولى قد الثانيه. نتوما البنات اللي ما عندهمش الميزان عينك ميزان كتشدي هكا كيف درت ليا وتقسمي على جوج. صافي وديك الساعه تقدري تخدمي به. هنا كيف تيبان لكم انا عبرت غير على الله ولقيتها هي هذيك، يعني لقيت قد الاولى قد الثانيه. صافي البنات هنا كيف تيبان لكم غادي ناخذ الاول اللي كان عندي، غادي نزيد معاه واحد المعلقه ديال الزبده، وكنزيد معاه جوج ساشيات ديال الكاكاو. هنا بانت غير ساشيه، حيت الثانيه زدت حتى من بعد اللون ما عجبنيش وعاود زدت ليه الثانيه. كيبغي اللون يكون غامق شويه، ما يكونش اللون ديالو قهوي. كتبغي ما يكونش اللون ديالو قهوي فاتح، يعني كتبغي تكون غامقه شويه. صافي هنا كيف تيبان لكم غادي نبدا داك الكاكاو شويه بشويه البنات كنبدا ندخل فيه مع ديك الزبده، بلا ما تخليكم العجين منين تولي بحال هكا، راه غير شويه بشويه. صافي كتجانس لينا العجين مع دوك المكونات اللي زدنا عليهم. البنات اللي ما عندهم الزبده زيدوا شويه ديال الزيت، ضروري شي حاجه سائله اللي تخلي العجين يعني تقبط لنا داك اللون اللي حنا دايرين فيها. صافي هنا كيف تيبان لكم غادي نديرها شويه هنايا على حسب باش اللون يزيد ينصاح لي. كل ما حليناها هكا كل ما اللون كيزيد كينصاح. صافي غنبقى معاها فحال هكا حتى يبان لي اللون اللي بغيت انا اللي عجبني. صافي هنايا كيف تيبان لكم راها واجده. هنا عندي غادي ناخذ العجين الثاني اللي كنت خليت معاكم، غادي نزيدو هذا غير معلقه ديال الزبده. صافي وكنبدا نزيد شويه بشويه هكا، كنبدا ندخل فيها العجين شويه، الزبده شويه بشويه في العجين.
صافي حتى كتكون لي داك العجين اللي بغيت انا، كتجي رطيبه رطبه بزاف. البريوش كامل البنات ماشي غير هاد قبعه السلطان، راه البريوش كامل كيبغي هاد الخدمه. انا الخدمه ديالي هي هادي، نفس الطريقه اللي تبدل عندي في هاد قبعه السلطان. غير غير العجين قسمتها على جوج، وحده درت فيها الكاكاو وحده لا. يعني اما الخدمه ديالي انا في البريوش هكا كنخدمو كيجي مهوي وكيجي من الداخل خفيف كيف كنقولوا، ما كيجيش مدقص. صافي هنا كيف تيبان لكم هنا راه واجده عندي. شوف كي كتجي رطبه. شوفوا ها نتوما العجين كتبغي تكون بحال هكا رطيبه. وهنا غادي نغطيها البنات حتى كيضاعف لي الحجم ديالها. ضروري خصها تخمر. ودابا مع البرد راه داكشي باش قلت لكم ديروا هاد الطريقه باش تجيكم سهله. يعني دغيا كتخمر، ما كتبقاش موده معطله. هنا كيف تيبان لكم من بعد ما وجدات لي. صافي هنا راه واجده عندي. نضاعف لي الحجم ديالها، خمرات تقريبا هنا خدات لي واحد ساعه الا روب، حيت راكم عارفين الجو بارد دابا ماشي بحال سخون دغيا كتخمر العجين. هنا كيف تيبان لكم غادي ناخذها ونديرها تحت ورق الطبخ باش تجيني ساهله. فاش نبغي ندير فوق منها العجين الاخرى اللي درت فيها الكاكاو تجيني ساهله باش نبدا نرولي فيها ما تبقاش تعذبني. هنا كيف تيبان لكم راه طلقتها. صافي غاديه نحيدها ونطلق في العجين الثاني اللي كان عندي. كيف تيبان لكم حتى هو راه خامر. ها نتوما يعني خصو يكون خامر، يكون باش يجي مزيان، باش حاجه ماشي كضربي عليها تماره في الاخر ما كتجي زوينه صراحه، كيبقى في كل حال. صافي هنا كيف تيبان لكم هذا غادي نحلو عادي معاكم بحال هكا، يكون نفس القد ديال الاول. وما تكونش البنات العجين تخليوها غليظه، ضروري تكون رقيقه شويه، ماشي رقيقه بزاف ولكن شويه. ها نتوما كيف تيبان لكم هنا صافي راه واجد عندي. قديتو قد الاول اللي كنت طلقت، هو راه فحال كي طلقتي العجين الابيض هو الاول، كيف الاسود راه فحال. صافي هنا كيف تيبان لكم غادي نهزو نروليه هكا بهذا بالمدلك. راه ساهل صراحه، ما كيلصق ما حتى شي حاجه، ما ديروا لا دقيق لا والو. هانتوما كيف تيبان لكم ندير ليه هاد الطريقه، كنهزو كنروليه نحيدو باش نحط العجين الاول اللي كان عندي. وعاد ندير الكحل الاسود هو اللي كيكون من الفوق. هاد العجين الاسود اللي درنا بالكاكاو هو اللي كيكون عندنا من الفوق. هانتوما كيف تيبان لكم هذه هي الطريقه كيفاش خدمته. صافي هنايا راه درت العجين فوق منه. وضروري البنات ديروه بالمدلك شويه، يعني كتلقيه شويه بالمدلك باش ما باش كيقبط لك في العجين التحتاني اللي دايره. وهنا البنات خديت شويه ديال الشكلاط، هذا اختياري لا بغيتو ما بغيتوش راه كيبقى كل واحد الاختيار ديالو. خديت شويه ديال الشكلاط. صافي البنات ودرتو هكا في الجناب. تقدروا ديروا هكا شكلاط ديال الدهن، المهم اللي بغيتو كيبقى لكم اختياري. صافي وهنايا عاد غادي نبدا ليه بهذه الطريقه البنات كيف تيبان لكم. علاش قلت لكم ورق الطبخ باش يجيكم ساهل. هانتوما شوفوا الطريقه كتجي ساهله ملي كيكون ورق الطبخ، يعني كيعاونك. صافي هنا غادي نبدا نروليه وما تزيروش، يعني ما ملي تكوني كترولي ما تزيريش يديك، خليه مرخوف. صافي هنا غادي نحبس وغادي نبدا نقطع داك الجنب اللي خليت. هانتوما كيف تيبان لكم في الصوره. غادي نجيب قطعه ديال البيتزا وغادي نبدا نقطعو كامل على هذا الشكل هذا. نحاول يكونوا مقادين، يكونوا قد. هانتوما كيف تيبان لكم حتى نكمل كامل هذا اللي عندي. صافي البنات وهنايا غادي نبدا ندورو على شكل وريضه. صافي كتدوري العجين عادي هانتوما، ونفس الاتجاه اللي دورتي فيه الاول هو اللي كتمشي تدوري فيه الثاني حتى كتكمليهم كامل اللي عندك. هانتوما البنات كيف تيبان لكم راه ساهله ما تخلعكم حتى شي حاجه، راه كتجي سهل منها ما كاينش. والعجين يعني خامر ومقاد في الاول، يعني ما كيعذب ما حتى شي حاجه. هانتوما البنات شوفوا الطريقه كيف كتجي ساهل، راه سهل منه ما كاينش. كتبدا يدرولي فيه صافي كيعطيك على داك الشكل وريضه. هنا البنات من بعد ما نكملهم كاملين كيف تيبان لكم صافي غادي نبدا نرولي فيهم. راه شوفوا الطريقه راه ساهله. صافي هنا غادي نبدا نرولي فيهم. وهنا راها واجده عندنا صراحه، التشكيل ديالها كيجي رائع، كيجي واحد التشكيل ديالها غزال.
صافي هنا غادي نهزها نديرها فوق الورق ديال الطبخ باش نخدم بها على خاطري. صافي وهنا راه كتكون واجده. كناخذ واحد هذه ديال صينيه ديال الفرن، انا دهنتها بالزبده وعاد درت لها ورقه ديال الطبخ. هاد الصينيه اللي خديت انا، هاد المول خديته شويه كبير اللي درت فيه، كان تيحسب لي غادي يجيني هو هذاك فيه، ساعه جاني كبير، ولكن منين خمرات صراحه جات هي هذيك، ولات على القد ديال المول نيشان. صافي هنا كيبان لكم راه غادي نقادها هكا من جناب، وعاد كنكون موجده الصينيه لهاد المول اللي غادي ندخل فيه، كيتحل من جناب البنات ساهله. صافي هنا كيف تيبان لكم غادي نهزها ونديرها في هاد المول الداير اللي عندي. صافي وكنبدا نجمع عليها الجناب كيف تيبان لكم هنا. هنا الورق ديال الطبخ بدا كيتهز معايا، ولكن عادي صافي راه كتقاديه. هنا غادي نقاد ليه هذيك هذا ديالها اللي طاح. غادي نجمع عليها الجناب البنات على هذا الشكل هذا. وهنا البنات غادي تاخذ معايا شويه الوقت باش تخمر، خليتها ساعه كامله باش يجي مزيان. الا بغيتو البريوج ديالكم يجي مزيان الخميره خصو يخنا البنات. صافي هنا كيف تيبان لكم غادي نغطيه تقريبا خدا لي ساعه، وعاد ديك الساعه البنات كنسخن وكندخلو كيطيب. هنا البنات من بعد ما خمر شوفوا الحجم ديالو كيف ولا، يعني راه ولا لي قد المول كامل. راه كنت شفتو في الاول كان صغير، يعني ما كانش واصل للجناب ديال المول. هنا كيف تيبان لكم خديت واحد صفار البيضه اللي خليت في الاول معاكم، ودرت معاه واحد شويه ديال النسكافيه وشويه ديال الحليب باش يحيد ديك السفوره ديال البيض. صافي وغادي ندهنها كامله كيف تيبان لكم. هنا كنكون مسخنه الفران على درجه حراره 180 من الفوق ومن التحت، وكندخلها كطيب تقريبا خدات لي واحد ساعه الا ربع. خليتها طابت على خاطرها. صافي وراه كتكون واجده ديك الساعه من بعد. ها نتوما كيف تيبان لكم. وهنا البنات من بعد ما خرجتها من الفران خليتها ضروري خصها تبرد مزيان. شوفوا هانتوما كيف تجي واحد اللوين، كتجي رائعه. هانتوما هنا راه بردات، غادي نحليها المول ديالها. علاش قلت لكم شي مول كيتحل من الجناب باش يجيكم ساهله. هانتوما البنات كيف كتجي، شوفوا الجناب ديالها الصراحه كيجي شكيه الغزال. هنا البنات غادي نقلبها، نحيد ليها هذاك ورق الزبده اللي كنت دايره عليها. هانتوما شوفوا اللوين كيف تيجي حتى من اللور، يعني كيتعطي واحد اللوين رائع. هانتوما شوفوا كيفاش تجي. صراحه انا عجباتني وما ندمتش على التجربه اللي جربتها، رائعه. انا درتها بالطريقه ديالي، يعني باش تخمر لي دغيا انا هكاك الطريقه ديالي في البريوش. هانتوما كيف تجي مع واحد الكويز ديال القهوه الكوتي كتجي رائعه. غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا حتى من الداخل كيفاش كتجي المصداقيه ديال الوصفه. هانتوما البنات هنا غادي نقطع معكم هاد الطريف باش حتى من الداخل نوريكم كيفاش جات. هانتوما شوفوا كتجي رائعه وكتجي خفيفه كتجي مهويه. صراحه كتجي غزاله. انا ما ندمتش حيت جربتها، وكنتمنى ان شاء الله تزعموا وتجربوها، حيت شفت بزاف ديال البنات اللي خايفين منها. راه عادي بحال كتخدمي بريوش عادي. وخليتكم على خير، مع السلامه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.